السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد علي من اكسبريس ترافل. اليوم ان شاء الله باش في الفيديو هذا باش نوريكم طريقة ادخال العمولات. طبعا جديد، قبل كان عندنا دخلوا عمولة في الفنادق بس، توا في جديد ادخال عمولة في الفنادق. وبالنسبة للطيران تحط العمولة تحددها مسبقا، ومن بعد اول ما تعمل الحجز تطلع لك السعر بالعمولة. نجيو لهنا Setting Sales Rule Management اللي هي قوانين المبيعات، نفتحها. تجي لهنا عنا Add New Rule. الفكرة هي شنو؟ انك تختار المنتوج اللي باش تزيد عليه عمولة، تختار الساين لو عندك ساينات فرعية، مثلا تختار موظف معين ولا ساين معين، وتختار شركة الطيران كان تحب، تختار الوجهة كان تحب، وتحدد العمولة، تحدد العمولة وتسجل. نجيو لهنا Rule Template Title، نحطوا الاسم متاع الرولز هذا، متاع القانون هذا. نقولوا مثلا فلايت بالنسبة للطيران مثلا. نجيو نختار البرودكت، لهنا نختار المنتوج، نختار فلايت. نختار فلايت. لهنا عندك ستيب 2 سيلكت كريتيريا، تختار الخاصيات. اوكي، لهنا عندنا if agency، نختاروا الساين الرئيسي ولا نختاروا اي ساين. مثلا نختاروا الساين هذا، نعملوا add save and close. سيلز شانل هما نحن شنو عندك إمكانية إنك تقسم الموظفين اللي يخدم أونلاين واللي يخدم مثلا موظف مبيعات واللي هو المانجر اللي هو المدير. مثلا تجي تختار، نقولوا مثلا نختاروا سب ايجنت. الساينات متاع السب ايجنت في الحساب هذا مثلا نجيو لهنا عندك ماركة اد 10%، وإلا فيكسد ايمونت كان تحب مثلا تحط قيمة معينة، نقولوا 50 دينار، تعمل سيف. كي هكا أي رحلة طيران مخدومة من السيستم هذا باش تزيد عليها مثلا 50 دينار، أو كما قلنا مركب قولوا مثلا 5%، تعمل سيف. أوكي، طبعا في هذه اد نيو كريتيريا تنجم تحدد فيها مثلا شركة الطيران. ما شوفوا هنا عندك ايرلاين، تحدد شركة طيران معينة، مثلا نقولوا على التركيش ايرلاين مثلا. نقولوا مثلا على تركيش ايرلاين، تعمل اد سيف اند كلوز، سيلكت اند كلوز. تو هكا طيران، أي رحلة طيران موجودة على تركيا مثلا محددة فيها 5% عمولة. نجم تعمل رولز جديدة، نجم تختار مثلا مش ايرلاين، تختار ديستنيشن اوريجين. ديستنيشن مثلا نقولوا رحلة في المستير، الرحلات اللي توصل للمستير الكل عليهم هكا، اللي توصل لإسطنبول الكل عليهم نسبة معينة. تريب ديت، بوكينج ديت، تحدد المدة امتى، ماركت، ايجنسي، ناسيوناليتي متاع الزبون، ولا سيلكت سيلز شانل. طبعا تختار الخاصية اللي تحبها. هنا مثلا نقولوا فلايت تيكي باش انت تعرفها وتعمل سيف. اوكي، هذيا رولز كريتد، عملت قانون تويكا بالنسبة للعمولة. طبعا العمولة على الخطوط التركية كيف ما تشوف انت تفتحها هنا، تلقى على الخطوط التركية اي رحلات تطلع على الطيران الخطوط التركية فيها 5%. طبعا تنجم تعدل فيها، تنجم تنحيها، تنجم تعمل رولز اخرى، تنجم تعمل عمولة يعني موحدة مثلا على شركة الطيران الكل 5% ولا 10 جنيه ولا 50 جنيه، انت وخيارك وانت الطريقة اللي تعملوا بها. اوكي، نفس الشيء بالنسبة للفنادق، تعمل ادينيو وتختار المنتوج، تختار الفنادق وتحدد الفنادق الكل مثلا نزيد عليهم 10% ولا 15 ولا قداش انتم متعودين تزيدوا، وتعمل سيف. طبعا تقعد لك القوانين مسجلة، تحب تغيرهم تفتح وتغير وتلغي، انتم تتحكموا فيها. مثلا جي تختار هكا هوتيل وتحط قديش العمولة اللي تحب تزيدها بالقيمة ولا مركب وتعمل سيف. هذا هو بالنسبة لإضافة العمولات. طبعا بعد الحجز كما قلنا يطلع لك بالعمولة إن شاء الله. السلام عليكم.